إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله القديم الأول، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها الأحبة الأكارم، الله سبحانه وتعالى من علينا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن هل هلال ربيع وما يحمل معه من خيرات وفضائل ونعم، يأتي المسلم ويتذكر قصة الحكاية الأولى التي بنعمتها نعيش في عزة وكرامة. هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها على البشرية هي التي جعلت منا مصلين مقيمين صائمين معظمين لشعائر الله. فلولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفنا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا، وما عرفنا شيئا. لا عرفنا القبلة ولا عرفنا العزة ولا عرفنا الشرف إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبى الله عز وجل إلا أن يدخلنا الطريق إليه إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة، حق لنا في مثل هذه الأيام المباركة أن نجدد عهدنا وبيعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أردنا أن نسرد شيئا من أوصافه فما أعظم بالقرآن ذاكرا لأوصافه صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى ومدح رسوله بأنه عبده. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكفى بها من شرف أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وهو خاتم النبيين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهو ذو خلق عظيم كما أخبر الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر. وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه كلمة على تحمل ما فيها من البلاغة والدقة والرفعة في الوصف، فكأن الأخلاق قد استوى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مطيته عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكرت الأخلاق ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت الأخلاق. وهو الرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. به أنقذ الله البشرية. ولكن سبحان الله، فريق آمن وفريق كفر. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه رؤوف رحيم.
قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه ما عنتم يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه مشقة علينا. سبحان الله. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه الله بأنه نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال جمع من المفسرين: النور هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبه أنار الله الكون، وبه اهتدى الناس من الظلمات إلى النور. هذا الإنسان العظيم، القدوة الحسنة، الأسوة الحسنة، الذي قال عنه ربه سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من أراد الله سبحانه وتعالى فلا طريق إلا خلف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هنيئا لنا بسيدنا محمد، هنيئا لنا بهذه النعمة العظيمة. إن أردنا أن نعتز بشيء، الله عز وجل أعزنا بأننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الداعية إلى الله بحكمة وموعظة حسنة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هو الأب الحنون صلى الله عليه وسلم الذي كان يعبر عما في قلبه وتظهر المشاعر على وجهه صلى الله عليه وسلم. فحينما مات ابنه سيدنا إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهو المجاهد الشجاع، وهو المجاهد الذي علم المجاهدين معنى الشجاعة ومعنى القوة ومعنى الصبر. كيف وقد قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا إذا حمي الوطيس، إذا اشتدت المعركة، احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: لذنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما نراه على أرض غزة ما هو إلا نموذجا من حياة رسول الله ومن مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مشى خلفه وعلى طريقه رأينا أو نرى منه القوة والثبات والعزيمة والرضا عن الله تبارك وتعالى. هو الزوج الأول والمثالي والقدوة، وهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأكارم، أمام هذه المناسبة المباركة، وهي مولد حبيب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا أن نتذكر دورنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نختصر الأدوار يمكن أن نختصرها بثلاثة أمور. الأمر الأول: الحب والشوق. هذا المنبه إن كان في قلبك فاعلم أنك على خير، واعلم أن فيك خيرا. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هل افتقدنا قلبنا ووجدنا هذا المعنى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلى علينا
من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا ومن الناس أجمعين. إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك، ماذا يعني ذكراه؟ ماذا تعني لك ذكراه؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا كان يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، ولم يكن يتحدث أو يحدث بحديثه صلى الله عليه وسلم إلا عن طهارة، وكان قد اشتهر عليه أنه يتعطر ويرتدي أجمل الثياب، ثم يخرج ويحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجلسه يعلوه الوقار من هذا الكلام ومن هذا المنبع الطيب. الأمر الثاني الاقتداء به واتباعه حذو النعل بالنعل، الذي يعطي علامة أنك صادق في محبته الشوق إليه واتباعه، أن تتبعه في كل أمر. الله عز وجل بين كما ذكرنا منذ قليل، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يبحث عن محبة الله فعليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السنة التي تحمل من الأنوار ما لا يعلمه إلا الله. بكل سنة، ابتداء من أن تستيقظ من نومك إلى أن تختم يومك بأذكار النوم، كل هذه السنن تحمل من الأنوار وتقيك من الأشرار، ويبارك الله تعالى لك بها في كل شؤون حياتك. وهذا الأمر لا يحتاج إلى تجربة، هذا الأمر عن يقين، هذا طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا هنانا بهذه السنة، ويا هنانا بأننا من أهل السنة. والله هذه نعمة عظيمة أن نكون خلف سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الادعاء العظيم يحتاج إلى رجال وإلى أبطال وإلى صادقين وإلى أقوياء وإلى أمناء يحملون رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، وهو الذي لا يغيب عنا ولا ينبغي أن يغيب عنا، وهو كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. لا نبخل على أنفسنا بأن نكثر من الصلاة عليه، واجعل من هذا الشهر المبارك دورة محمدية تترقى فيها. أقبل على قراءة سيرته وشمائله ومعرفته. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي. انظروا إلى هذه المقدمة أيها الأحبة. قبل أن يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليه يقول لنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فنحن من نحتاج أن نصلي عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وتاج رؤوسنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربنا دائما وأبدا، لك الحمد في السراء وفي الضراء، لك الحمد في الشدة وفي الرخاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله وسلم وبارك عليك الله يا سيدي يا رسول الله. أيها الأحبة الأكارم، أوصيكم بتقوى الله العلي العظيم في السر والعلانية. وإن من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
محبة أصحابه وأهل بيته. من كان صادقا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على محبة ساداتنا أهل البيت وساداتنا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، دون أن نذكر ما حصل بينهم أي الصحابة من خلاف ونؤول هذا الخلاف على ما يليق بهم رضي الله عنهم، ولا نخوض في أحد منهم ونترضى عنهم جميعا. لذلك نجعلها آية وعلامة وشعارا لنا معشر أهل السنة والجماعة، في كل لقاء نجدد الترضي عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم الله عنا خيرا. فبهم وصل الدين، وبهم وصل القرآن، وبهم وصلت السنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بهم تعرف أهل غزة إلى الجهاد الحقيقي، إلى الثبات، إلى الإقبال. بهم عرفنا معنى المسجد الأقصى الذي لا يغيب ولن يغيب عنا، وسيبقى عقيدة في قلوبنا نورثه جيلا ثم جيلا إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى وهو عنا راض. لذلك أيها الأحبة، أمام كل ما ذكرناه الاحتفاء والاحتفال بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مفروغ منه، ولكنه يأخذ صورا شتى. فاحرص أن تنوع في طرق الاحتفال بما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدنيا جميعها قد احتفلت به صلى الله عليه وسلم حينما عرفت قدره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واعلموا أن الله قد أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه. قال سبحانه: ولم يزل قائلا حكيما وآمرا عليما، تعظيما لقدر المصطفى وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن العشرة وعن أصحاب الشجرة. وارض اللهم عن الحسن والحسين وعن خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. وارض اللهم عن حمزة والعباس وعن أمنا عائشة وعن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن أصحاب بدر وأصحاب أحد وأصحاب بيعة الرضوان وعن الأئمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، والطف بنا فإنك لطيف بعبادك. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين انصر إخواننا المجاهدين في بيت المقدس وفي غزة وفي الضفة وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين المجرمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، انتقم منهم شر انتقام. اللهم إكراما لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اشفي صدورنا بهلاك اليهود يا رب العالمين، وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى محررا يا جواد يا كريم. اللهم أجرنا من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثبت أقدامنا وثبتنا على الإسلام وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.